واحدة عملت لي منشن على جروب من جروبات الأمهات وما أكترهم، بتقول إن هي مش قادرة تخس وطالبة النصيحة من ستات زيها. طب تخيلوا بقى إن الستات دول 50% من تعليقاتهم تعليقات تحبط اللي عنده إرادة أصلا، فما بالكم بواحدة جاية بتستنجد بيكم بتقول لكم أنا ما عنديش إرادة يا جماعة ساعدوني، هتعملوا إيه؟ بس اللي لفت نظري الحقيقة واحدة بتقول لها اقفلي بقك. تقفل بقها ازاي؟ تخيطوا يعني؟ ما هو ده مش الحل السحري على فكرة، هي لو قادرة تقفل بقها ما كانتش جت ولجأت ليكم. عاوزة اقولك حاجة، احساس الشبع ما بيبدأش من معدتك، احساس الشبع بيبدأ من مخك، ولذلك كل واحدة عندها مشكلة في احساس الشبع ده عندها مشكلة من 3 هنقولهم دلوقتي وهنشرحهم بالتفصيل. ربنا خلقنا كلنا بخلايا معينة موجودة في المعدة، وهي اللي بترسل الإشارات للمخ إنه نبدأ ناكل لأن أنا حاسس إن أنا جعان، أو نوقف أكل، وبتحدد له كمان كمية الأكل اللي عندها وصل للشبع ونوعية الأكل وجودته. الجزء اللي في الدماغ اللي مسؤول عن استقبال الإشارات ديت اللي هو الهايبوثالاموس، أو بيسموها بالعربي تحت المهاد، والجزء ده هو المسؤول عن إفراز هرمون الشبع والتحكم في الشهية. بدون الدخول في التفاصيل لأنه موضوع صعب وتقيل ومعقد قوي، بس ربنا ما خلقش حد جعان طول الوقت، ربنا أبدع في خلقنا. فلو انت عندك مشكلة وجعانة طول الوقت، انا بقلق من 3 حاجات: ان يكون عندك مشكلة في افراز هرمون الشبع، تاني حاجة ان يكون عندك مشكلة في الاعصاب اللي بتوصل احساس الشبع من المعدة للمخ للهايبوثالاموس، تالت حاجة واهم حاجة ان يكون عندك مشكلة في المخ نفسه في استقبال اشارات الشبع. فتعالي كده اقولك على 8 نصايح هم دول اللي هيفيدوكي ويحسسوكي بالشبع لاكبر وقت. اولهم اكيد ومش انك تقفلي بقك خالص، اوعي تقفلي بقك، اهم نقطة واول نقطة ان احنا ناكل الاكل بشويش وبالراحة ونتعلم نمضغ الاكل صح. تاني حاجة ان احنا نركز في اكلنا كويس قوي وما نكونش مشغولين عن الاكل باي حاجة، احنا لازم نركز احنا بناكل ايه، اقفلي اي موبايل، اقفلي اي تلفزيون، اقعدي وركزي في اكلك وشوفي بتاكلي ايه. 3 لازم نقسم طبقنا من البداية، من أول ما غرفتي الطبق لازم يكون متقسم بشكل صح ويكون كل العناصر الغذائية موجودة فيه. 4 لازم نشرب مية كويس قوي قبل الأكل، بعد الأكل، في وسط الأكل، المهم إنك تشربي مية. الجفاف واحد من أهم أسباب الجوع الوهمي اللي إحنا ما بنبقاش فاهمينه، وجسمنا ما بيترجمهوش على إنه جوع وهمي، بيترجمه على إنه جوع حقيقي وبيخليكي تقومي تاكلي مرة تانية. 5 الألياف مهمة جدا في أكلك وهتحسسك بالشبع لفترة طويلة، اوعي تهمليها. 6 حاجة إنه توزيعة الأكل مهمة جدا، لازم طبقك يبقى متوزع صح ويبقى مكون من نشويات، دهون صحية، خضار، بروتين، وده لأنه كل عنصر فيهم ليه فايدة معينة، وده اللي هيحسسك بالشبع. يعني مثلا النشويات هي مصدر الطاقة الأول للجسم. 7 نصيحة هقولها لك إنك تغسلي سنانك كويس قوي أول ما تحسي إنك جعانة. 8 حاجة والأخيرة، قومي اتحركي من مكانك واشغلي نفسك بحاجة تانية غير إحساس الجوع علشان تقدري إنك تشغلي مخك عن إنه هو جعان. ممكن يكون جعان حقيقي وده هنكتشفه بعد ما خلصنا النقط اللي احنا قلنا عليها، لكن لو استمر الجوع بعد النقط ديت يبقى احنا فعلا جعانين جوع حقيقي. اخر نصيحة ممكن انصحك بيها واقولك تعمليها دايما، اوعي تسمعي الكلام اي حد يقولك اقفلي بقك، مش ده الحل السحري ولا الحل السريع ان احنا هنحس بالشبع. نظامك لازم يكون مفصل عشانك انتي، حسب يومك انتي وظروفك انتي. اوعي حد يضحك عليكي ويقولك اهو خدي الورقة دي معمولة لكل الناس، يلا امشي عليها. طب مش مناسبة ليا انا، اعمل ايه؟ اشربي مية كويس وكلي كويس، هتحسي بالشبع اكتر. ويا سلام بقى لو معاهم شوية رياضة كده، شكرا، احنا كده هنحس بالشبع لفترة اطول واطول ونفسيتنا كمان هتتحسن. دمتم بصحة، اشوفكم في فيديو جديد.